أنا نسرين، وده بودكاست لوجيك بالعربي، ودي حلقة الهروب الذكي. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أحلام اليقظة، عن اللحظات اللي عقلنا بياخدنا فيها لعالم موازي نحس فيه بالراحة أو بالسيطرة. والنهاردة هناخد خطوة صغيرة من النقطة دي، بس مش هنوقف عند الخيال، لأن في نوع تاني من الهروب مش خيال وبرضه مش لعب، لكنه رد فعل ذكي جدا من عقلك. ليه ساعات بننسحب من المواجهة؟ ليه بنبعد عن شخص أو فكرة أو موقف حتى من غير ما نفهم احنا بنعمل كده ليه؟ وهل الهروب ده ضعف ولا حكمة ولا يمكن محاولة لحماية نفسنا؟ الأسئلة دي هنجاوب عليها في حلقة النهاردة. هنعرف امتى الهروب يبقى منقذ وامتى بيتحول لفخ. جاهزين؟ الهروب الذكي هيفتح لك باب جديد لفهم نفسك، باب أخف، أعمق، وأقرب ليك مما تتخيل. الهروب الذكي هو استراتيجية نفسية لتنظيم الضغط العقلي، حيث يقوم العقل بالانسحاب المؤقت من الموقف المرهق بهدف استعادة التوازن، أي إعادة تقييم المشكلة والعودة بقدرة أعلى على المواجهة. ودلوقتي هكلمك عن مفاتيح الهروب الذكي. 1. الانسحاب الزمني القصير، يعني إنك تسيب الموقف لدقايق بس، تقوم تغير مكانك مثلا، أي مش لازم تاخد رد فعل بسرعة. ده بيسمح للعقل يهدي ويقلل التحميل الحسي. 2. تبديل النشاط، لما تلاقي نفسك مخنوق من مهمة ما، سيبها واعمل مهمة أسهل. ده بيساعد العقل ينتقل من وضع التهديد لوضع التحكم. 3. الهروب بالهواء، يعني تاخد لك من 5 ل10 دقايق تنفس منظم، شهيق وزفير، وفي برامج كتير تقدر تحملها تساعدك في تنظيم التنفس، وده بيقلل نشاط الجهاز العصبي المتوتر. 4. الهروب بالورقة، اكتب كل اللي يجي في دماغك في ورقة لمدة دقيقة، كده انت عملت تفريغ الحمل العقلي فورا. 5. الهروب بالمسافة النفسية، اسأل نفسك لو صديقي في نفس المشكلة هنصحه بإيه؟ الاقتراح ده أثبت علميا إنه بيقلل الانفعال ويزود التفكير المنطقي. لو فكرتوا في ال3 حلقات هتلاقوا إنهم بيدوروا حوالين فكرة واحدة، اللي هي إحنا مش ضعاف، إحنا محتاجين نفهم عقلنا. التسويف مش كسل، وأحلام اليقظة مش عيب، والهروب مش دايما هروب، وإن كلهم أدوات على حسب إحنا بنستخدمهم إزاي. وأنا شخصيا اتعلمت إن الهروب مش غلط، الغلط إني أسيبه يتحكم فيا بدل ما أنا أتحكم فيه. ودايما بفكر نفسي وبفكركم بحديث ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. دي كانت آخر حلقة في السلسلة، أتمنى تكونوا خرجتوا بحاجة تخلي حياتكم أبسط وأوضح، ونشوفكم في موسم جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.